اللي غرقت واللي فوق كمان. المنطقه فيها حضرتك شفتي انا رحت النوبه شفتها. لو غوطت بقى اكتر المنطقه ساحره، اتجه للجنوب. دي وفيها خيرات عظيمه جدا. فاحنا اما كنا عوده نوبين ويدفع فيها فلوس، دي مش استهلاك، مش فلوس هتترمي في الرمل، ده انتاج. اولا بنحل الاشكال اللي بقاله قرن وشويه، وفي نفس الوقت انتاج لعموم مصر. هو الاراضي اللي تم غمرها بالماء مساحتها كبيره؟ 350 كيلو. 350. البحيره مساحتها 350 كيلو الامتداد بتاعته. لكن لما الميه علت في الهضبه النوبيه على الجانبين على الاقل 1,000,000 فدان يزرعوا، ولو بالوسائل الحديثه اللي هتنزل هيكون اكتر من كده. وفي مناطق تعتبر محميه طبيعيه من جمالها، مناطق ساحره بالفعل، السواح ما بيروحوا فيها بيظلوا. حضرتك شفت جزء، اتمنى ان حضرتك مع البرنامج تروح تشوفوا البقيه باذن الله. انا اتمنى، يعني انا شخصيا اتمنى واتمنى اروحها تاني، ويعني مش عايزه اسيبها الصراحه يعني من جمالها. انا سعيده ان يعني النوبه بقت بتتقال بشكل كبير، ان الموضوع طرح حوار مجتمعي، ان الناس بتيجي تسمعنا. واتمنى ان اهل النوبه يرجعوا لارضهم ان شاء الله، ان شاء الله. يعني ان شاء الله يعني ونيجي نزوركم بقى في ارضكم مره ثانيه. ده ضروري انك حضرتك ان شاء الله. انا بشكر الاديب النوبي وعضو لجنه ال50 الاستاذ حجاج ادول. اهلا بك يا فندم. بشكر الاستاذ فوزي جاير الناشط النوبي. واسمحوا لنا ان احنا نختم الحلقه باغنيه ارض الذهب، ونشوف بعض المشاهد من النوبه، يعني الله عليكم، تفضل مشاعر الحنين موجوده عندنا. شكرا 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 شكرا. مشاهدينا الكرام بشكركم، ونسمع معا أرض الذهب. قبور الشوق جوه القلب كان لسه في حضن الحب. قبور الشوق جوه القلب كان لسه في حضن الحب. خدنا ومشينا والايام خدنا ومشينا والايام خدتنا. هجرة عودة ناويين اننا راجعين يا نوبة ومشتاقين. ناويين اننا راجعين يا نوبة ومشتاقين. مشتاقين يا ناس لبلاد الذهب. مشتاقين يا ناس لبلاد الذهب. ناويين لما نرجع تاني لبلاد الجمال رباني. ناويين لما نرجع تاني لبلاد الجمال رباني. جوه البيت هنزرع نخلة تطرح خير وتعمل ظلة. جوه البيت هنزرع نخلة تطرح خير وتعمل ظلة. والعصافير تلقط غلة في الحوش الكبير والرملة. جار الساقية في العصرية نحكي حكاوي، والأفراح هتملى الناحية ويا غناوي. مشتاقين يا ناس لبلاد الذهب. مشتاقين يا ناس لبلاد الذهب. مشتاقين. المهندس خالد عبد العزيز، وزير الدولة للشباب.